من هو المنتخب المرشح للفوز بلقب الدورة القادمة؟ لو نعطيك يعني تصنفهم لي 1 2 3. ماروك، كوت ديفوار، المغرب، كوت ديفوار، سينيغال، الجيري. المغرب، كوت ديفوار، سينيغال، الجزائر. نعم. 4، عطيت لي 4. هذول 4 منتخبات المرشحة على الأقل تواجد في الكاري داس، يعني في المربع. مصر غير مرشحة. مصر بالنظر الى النتائج اللي تحققها في اخر الدورات، ولو انه كل شيء ممكن في الدوره. قلت لك لما تبدا الدوره حسابات اخرى، لكن على الورق لحد الان كوت ديفوار بلد منظم، ونحن نعرف جيدا المغرب، كوت ديفوار، السنغال، ثم الجزائر. المغرب نصف نهائي كاس العالم. نعم. ديجا كاس العالم لا تشبه كاس افريقيا، لكن نعم. يبقى انه منتخب مرشح. الجزائر كانت تخرج في الدور الاول في كاس افريقيا وتروح تلعب كاس العالم، تقدم الدورات نعم. في المستوى. المنتخب المغربي مرشح في كاس افريقيا هذه القادمه، بالنظر الى الاحتفاظ تقريبا بالمدرب الركراكي، الاستقرار على المستوى الفني، وكلها من الامور باش ما نغطيوش الشمس بالغربال. المنتخب المغربي مرشح للفوز باللقب. منتخب سينيغالي حامل لقب مرشح، حنا فزنا عليه رغم فوزنا عليه وديا، لكن يبقى مرشح. منتخب البلد المنظم كوت ديفوار مرشح لاننا نلعب في افريقيا، والجميع يعرف ما يحدث في افريقيا. نعم. منتخب غينيا الاستوائيه غينيا الاستوائيه لما انقذت الكاف، الجميع يتذكر غينيا الاستوائيه، تونس ربع النهائي وصلوهم حتى صاقوهم حتى الدومي فينال. والمنتخب الجزائري بصفتنا الجزائريين، بصفه انه نملك تشكيله ممتازه، يا ترى كيف يصنف بن شابير المنتخبات المرشحه للفوز باللقب؟ أنا أشوف أولا كوت ديفوار، ثانيا المنتخب الجزائري، ثالثا المنتخب التونسي، المنتخب التونسي، رابعا المغرب والسنغال. نقدر نديرهم في مرتبة واحدة، المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. أنا المنتخب السنغالي صراحة محمد أمام المنتخب الوطني الجزائري صحيح صنع الكثير من الفرص، ولكن مؤخرا تابعت بعض مباريات المنتخب السنغالي، الاداء لم يكن بتلك القوه حتى في كاس العالم، رغم كل الاسماء الموجوده في تشكيله المنتخب السنغالي، الا انه الاداء لم يكن في المستوى المطلوب، على الاقل في مستوى طموح وتطلعات الجماهير السنغاليه نسبه الى ما تملكه هذه التشكيله من نجوم واسماء. كما يقال دائما الاسماء والنجوم ولا احد رشح نيجيريا، ولا احد رشح غانا. نيجيريا، الكاميرون، غانا ليست نفسها المنتخبات التي كانت من قبل. محمد تراجع مستواها، ولكن منتخب المالي، نعم منتخب المالي، ولكن دائما مالي نقطته السوداء دائما كأس افريقيا. لماذا رشحت تونس امين وضعتها في المركز الثالث؟ لانه منتخب واقعي جدا محمد. المنتخبات الواقعيه مؤخرا هي التي تفوز بالدورات المغلقه. منتخب قوي اللي دار بوكو بروغري. المالي والبوركينا والغانا معروفين. تراجع الكاميرون، تراجع غانا، منتخب حتى نيجيريا يقولوا يرجعوا، حتى المنتخب الايفواري حتى ولاو في بلاده نظن باللي ما عندوش لاعبين منتخب قوي. ولكن المنتخبات العربيه، يعني نتكلم على المغرب، الجزائر، تونس ومصر، انا نشوف في ادغال افريقيا المنتخب الوحيد اللي قادر في ادغال افريقيا هو المنتخب المصري. اكيد اللي نشوف فيه. على نقول لك على سبيل المثال، شفنا رحنا احنا في كاميرون في الدور الاول، خرجنا ما نوليش 2019 تاع مصر، ولكن تبقى دائما السنغال، نيجيريا، الاسامي الكبار في ادغال افريقيا. 1 2 3 قاسي. نقول السنغال، مصر السنغال الاولى، مصر في المركز الثاني. المركز الثاني هذول اللي نشوف فيهم ملاحين اللي يلحقوا للنهائي. الجزائر، المغرب، تونس لا تراها منتخبات مرشحة.